السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. طبعا الكل تابع معانا آخر تطورات حركة أسعار الدولار الأمريكي اللي موجودة في السوق خلال الفترة الحالية. تطورات كبيرة جدا بيشهدها السوق المصري ما بين تذبذبات سعرية وما بين ارتفاعات وانخفاضات، وحتى اللحظة الحكومة المصرية بتحاول بشتى الطرق إنها تمنع انهيار الجنيه المصري، يعني إنه الدولار يطلع فوق مستويات 50 جنيه، وبتحاول بشتى الطرق إنها تنفذ هذه الخطة، لأن البنك المركزي المصري يعلم تمام العلم واليقين إن أي ارتفاعات للدولار الأمريكي فوق مستويات 50 جنيه هيخلي المستثمرين اللي تدخلوا على هذا السعر في السوق المصري ينسحبوا فورا بأموالهم السخنة، وبالتالي تحصل زي ما بيقولوا كده مشكلة أو مصيبة كبرى بانسحاب الأموال الساخنة، وهي انهيار العملة. وبالتالي البنك بيحاول إنه ما يسمحش للموضوع ده، علشان كده البنك بدأ يرجع في كلامه مرة تانية. البنك المركزي بدأ يدي أوامر للبنوك إنها تدبر العملة للسلع الغير أساسية، بعد لما لقى خلال الفترة الأخيرة إن قراره الأخير لما قال إن أنا مش هدبر ل 13 سلعة غير أساسية أو سلعة ترفيهية زي السيارات والموبايلات وكمالياتها، فلقى إن التجار بدأ يروحوا فعليا للسوق السوداء. ولما بدأوا زي ما بيقولوا كده يروحوا للسوق السوداء، إيه اللي حصل؟ السوق السوداء بدأت تنطلق للأعلى وبدأت تسجل للبيع مستويات فوق 50 جنيه، 50 جنيه وربع. وبالتالي قالك لا، أنا لو سبت الموضوع كده مفتوح على مصراعيه السوق السوداء هتاخد راحتها وتبدأ تصعد أكتر وأكتر وتسجل أرقام فلكية وجديدة. وبالتالي البنك المركزي المصري خلال الأيام اللي فاتت بدأ يوجه، يعني لأول مرة من حوالي شهرين، البنوك عاملة في مصر إنها تدبر الدولار للاعتمادات المستندية علشان توفر الدولار للمستوردين اللي محتاجين يستوردوا سلع غير أساسية بيطلب استيرادها موافقة مسبقة منه وفقا لمراكز الدولار في كل بنك بحسب 6 مصرفيين خلال الفترة الأخيرة. تعليمات البنك المركزي يا جماعة بتأتي زي ما قلنا لحضراتكم في فترة فعليا بدأت السوق السوداء تظهر فيها من جديد، لأن البنك المركزي زي ما بيقولوا كده أخطأ التقدير لما خد قرار إنه مش هيوفر الدولار ل 13 سلعة غير أساسية، وبالتالي أعطى للسوق السوداء الحرية إن المستوردين دول مش هيتوقفوا عن الاستيراد، لأنها زي ما احنا بنقول كده أكل عيشهم وعايزين يكسبوا ويحققوا أرباح، فبالتالي بدأوا يلجأوا للسوق السوداء. فالطبيعي جدا ان السوق السوداء بدأت تعلى، وده فعليا اللي ظهر خلال الفترة الأخيرة. فالبنك فكر فيها، قال أنا لو سبت الموضوع مفتوح كده على مصراعيه وإن التجار يروحوا ياخدوا دولار من السوق السوداء علشان يستوردوا هذه السلع والمنتجات، السوق السوداء هتفضل ترتفع ل70 و80 و90 و100 وأرقام فلكية، وفي نهاية المطاف الوضع هيخرج عن السيطرة. كانت أول أو آخر مرة يا جماعة رجع فيها البنك المركزي وأصدر قرار للبنوك العاملة في البلاد علشان تحصر طلبات الاستيراد للسلع الغير الأساسية علشان تدبر الدولار في أغسطس الماضي، وده بحسب 8 مصرفيين تحدثوا في ذلك الوقت قبل أن يقرر وقفها مجددا. البنك المركزي المصري ألزم البنوك في مارس 22 بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة 13 سلعة غير أساسية إلا بعد مخاطبته والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء. القائمة طبعا بتضم السيارات كاملة الصنع، الهواتف المحمولة كمالياتها، نباتات وبذور غذائية، فواكه طازة وكاكاو ومجوهرات ولؤلؤ وتلفزيونات وأجهزة كهربائية وملابس جاهزة ولعب أطفال وإطارات مستعملة ومفروشات وأساس، بالإضافة كمان للمعدات الثقيلة. طبعا يا جماعة مصر علشان تكونوا عارفين عانت قبل سنتين تقريبا من أزمة في توفير النقد الأجنبي، وده قبل السماح لقيمة عملتها بالانخفاض أمام الدولار في شهر مارس اللي فات، وبالتالي ده دفع الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة للبلاد اللي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار وأكتر، واللي نصها استثمارات مباشرة من الإمارات علشان تطور مدينة راس الحكمة.
مصر البالغ عدد سكانها يا جماعة أكتر من 106 ملايين نسمة، اتفقت في شهر مارس على زيادة قيمة اتفاق القرض من صندوق النقد الدولي ضمن الركائز الأساسية لعملية إنقاذ عالمية واسعة لاقتصادها، حيث كانت تعاني في أوائل 2022 من أزمة فعلية حادة في النقد الأجنبي، لدرجة أن الدولار كان ب15 جنيه و70 قرش في البنوك وصل لمستويات قريبة من ال50 جنيه. وبالتالي من الوقت ده ومن الفترة ديت بدأت زي ما بيقولوا كده البنك المركزي المصري والحكومة تعمل تخفيضات حادة في الدعم الموجه للوقود والخبز والكهرباء، وبالتالي زاد الضغط على المستهلكين اللي بيواجهوا صعوبات بالفعل. وزي ما احنا قلنا لحضراتكم أكتر من مرة قبل كده إنه للأسف طول ما احنا ماشيين في طريق الاقتراض وفي طريق الأموال السخنة وفي طريق صفقات وغيره، فنهاية الجنيه المصري قادمة لا محالة بمزيد من الانخفاض، لأنه بطبيعة الحال انت ما بتحلش أزمة، انت بتأجل زي ما بيقولوا موعد الانهيار، بدليل انك بتاخد قرض من هنا أو الأموال السخنة من هنا وتدفع عليهم فوائد عالية ومرتفعة قد تصل لتلت الأموال في بعض الأحيان. فطبيعي جدا ان كل شوية لما انت تاخد قرض أو تجيب أموال سخنة وتدفع عليهم تلتهم، يبقى انت بتعمل ايه؟ انت بتجيب مليار وتدفع عليه مثلا 300 مليون دولار، وبالتالي ده معناه ان الفترة اللي جاية الموضوع هيتراكم عليك اكتر ودايرة الاقتراض هتتسع اكتر واكتر، وهتلاقي نفسك للأسف مديون بمليارات من الدولارات، محتاج انك زي ما بيقولوا كده تدفعهم كل شوية. علشان كده هتلاقي نفسك مش عارف يعني زي ما بيقولوا كده تتقدم في الموضوع. السوق السوداء في الفترة الحالية وسعر الدولار في البنوك قد زي ما بيقولوا كده يستقر بعض الشيء أسفل مستويات ال50 جنيه مرة تانية. ليه؟ لأن البنك سمح بأنه يوفر العملة والدولارات للسيارات والكماليات والحاجات دي كلها، لكن بمجرد وهيرجع تاني رجوع عدم قدرة الدولة على توفير الدولار لمثل هذه السلع، هتلاقي فيه انفجارة كبيرة جدا لسعر الدولار الأمريكي. رئيس تنفيذي لأحد البنوك الخاصة يا جماعة طلع اتكلم وقال إن المركز المصري وجه البنوك بتدبير الدولار لتمويل كافة السلع غير الأساسية المتراكمة من 22 و23 وحتى بداية 24 كمان وحتى الآن. وكمان محافظ البنك المركزي حسن عبد الله حوالين السماح للبنوك بتدبير الدولار والسلع غير الأساسية. وحتى اللحظة رئيس الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة قال إن الفترة الماضية شهدت تباطؤ من بعض العملاء لما سمح البنك المركزي بتمويل السلع غير الأساسية في استكمال الأوراق المطلوبة وإيداع أرصدة في حساباتهم بتوازي تدبير الدولار من البنوك بالجنيه المصري. يبقى البنك المركزي المصري زي ما بيقولوا كده بدأ ياخد فكرة انه لو لغى القرار اللي عمله قبل كده انه مش البنوك ما تدبرش العملة لهذه الحاجات اللي يستوردوها من الخارج او ال13 سلعة، هيقدر يسيطر على السوق السوداء. اما لو فضل القرار زي ما هو وانه يمنع تدبير العملة لهذه السلع، للأسف السوق السوداء هتنمو اكتر واكتر. ففي الفترة الحالية ممكن نشهد بعض الثبات والاستقرار، لكنه برضو ثبات واستقرار مؤقت لحين حدوث زي ما بيقولوا كده شح في الدولار اللي هو كده كده هيحصل في نهاية المطاف، وهيؤدي ان العملة تنفجر فعليا. ليه؟ لانك كل شوية تضغط على العملة تضغط على العملة تضغط على العملة، هوب فجأة مش هتلاقي عندك زي ما بيقولوا كده سيولة دولارية في العملة، هتنتهز الفرصة وتنطلق للأمام. فعلشان كده برضو بنقولك ان كل لحظة تلاقي فيها الأسعار مستقرة وثابتة استغلها واشتري او اعمل حاجة معينة انت عايز تعملها واي مصلحة، لانه في نهاية المطاف الأسعار هتتفرتك وتولع نار. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.